هذه الصور الجوية الجميلة للأشغال الجارية بأعقد وأجمل مشروع في قطاع الطرق والأشغال العمومية، مشروع ازدواجية 7.6 كيلومتر من الطريق الوطني رقم 9 بين بجاية خراطة، والذي لم تعد أنفاقه 3 تتحمل 40 ألف مركبة التي تعبره في اليوم. يا ودي الطريق هذه نعنيو بها بزاف، مع اللور ومع التونل هذا، ومخصوص شويه فيه لي دودان، فيه لي سيكوس، فيه حفاري بزاف. بيان سور لي زاكسيدو كل صيف يصرى البطل هنا. لهذا ارتأينا أن هذا المشروع يأتي كازدواجية للنفق خراطة الحالي، بحيث بعد ما نتم الإنجاز نتاعو راح يكون ان سونس يونيك، يعني اتجاه واحد. جسور، أنفاق وتوسعة، الدراسة بها تتغير مع الوقت، تأخذ بعين الاعتبار ما تخبئه خطورة وجمال هذه التضاريس التي استدعت ولأول مرة اللجوء إلى طريقة جديدة في توسعة الرواق على مسافة 4 كيلومتر. Les estacades, ce sont des ouvrages qui sont greffés à la montagne à l'aide de micropieux اللي راهم فوري في الحجر هكذا باش تشد. وتلاحظوا ديجا غير ابان عندنا ميم با ان موا ملي كولينا ديجا لي دال تاع لي بورتافو هادوما ديجا اوني اون تران لي زيكسبلواتي افيك دو بوا لور، لي غرو اللي راهم فوقو، لي بيلاشني راهم يتمشاو. الأشغال تنجز بمنعرجات أخذت الدراسة بعين الاعتبار بها عدم المساس بهذا الجسر، جسر حنوز، وما ارتكبه جيش الاستدبار الفرنسي من مجازر في حق الجزائريين في 8 ماي 45. Nous voulons partager nos sentiments avec les Algériens. Ce sera un cadeau qui va laisser, qui va rester derrière nous. Et quand nous aurons terminé ce projet, on va dire que les Turcs, ils sont venus, nos frères, ils sont venus et ils ont laissé une petite trace sur ce chemin. 52 كيلومتر نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الذي تشتغل عليه شركة تركية بالشراكة مع مؤسسة جزائرية بتكلفة 10 ملايير دينار قابلة للمراجعة على أمل تسليمه بعد سنة من الآن.